ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده شويه كسكسي كده يستاهلوا بقكم على الطريقه الفلاحي الاصلي. الناس اللي بتحب الجاهز وبتريح دماغها دي تركن على جنب. الفيديو ده اللي عايز الطريقه الاصليه للفلاحي هنعملها مع بعض بكل الاسرار والتكات اللي تطلعها معانا بالجمال والحلاوه دي، مفرفره وجميله ازاي. والحبايه لونها جميل وفاتح، والحبايه منفوشه وخفيفه كمان على المعده. والكسكسي مخدوم بالزبده الفلاحي، حاجة كده طعمها في منتهى الجمال. شايفين اللمعة من الزبدة مع شوية شوربة كده مسكرين ورايقين. يتاكل بقى حلو وحادق زي ما انت عايزة تاكليه. يلا بينا على الفيديو على طول. اول حاجة معايا 2 كيلو من الدقيق متعدد استعمالات، او دقيق القمح العلامة الاولى. هضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. هقلب المكونات كلها مع بعضها، بعدين هنزل بالمية بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. تحط المية والايد التانية تقلب بشكل مفتوح كده، بشكل دائري، تبرم كده وتعمل بلورات كده. عشان كده احنا بنقول عليه في الريف المبروم، ما بنقولش الكسكسي. نفضل بقى نضيف مية كده طول ما فيه دقيق ونبرم بالشكل ده. نبرم كده واحنا ايدنا مفتوحة كده وما نضغطش. الخطوة دي ممكن نستغنى عنها، ان احنا نبرم على ايدينا دي ونريح دماغنا ونبرم في الكبة، بس دي الطريقة الاصلية الفلاحي. ونبرم في الكبة بالتدريج، يعني نضيف كمية مناسبة على قد الكبة، ونضيف لها حبة مية بالتدريج لحد ما تعمل معانا بلورات، ونعديها برضو على ماء. وممكن كمان ان احنا نضيف المية ونبرمها على مرة واحدة، نبرم الدقيق كله على مرة واحدة، بس احنا برمناها على مرتين علشان خاطر ما نهدرش حاجة وكل كمية الدقيق تختفي معانا. وبعد ما حسينا ان كل كمية الدقيق اختفت، نفضل نفرك بايدينا بالشكل ده. ولما نفركها بين ايدينا برضو كده ما نضغطش. هو خطواته كتيرة بس ممتعة جدا، هتستمتعوا بيها. بعد ما خلصنا برم كده وحسينا ان ما عادش فيه دقيق كتير، هنجيب صينية او اي حاجة واسعة كده معانا، وهنجيب المنخل الكبير بتاع الرز او الغربال الكبير بتاع الرز، اللي هو الخرام بتاعته ما بتكونش واسعة قوي. بنحط كل كمية المبروم اللي كانت معانا في الطبق، وننزل بقى ايه كل الناعم اللي هو ما تبلورش معانا كويس، عشان نرجعه للطبق تاني ونبلوره كمان مرة. واحنا ممكن نستغنى عن الخطوة ديت بان احنا نفضل نضيف مية كده بالتدريج ونبلورها كلها مرة واحدة، وننخله كل الحب الناعم ينزل. بس هنرجع دول في الطبق تاني، اللي هم الناعمين اللي نزلوا من المنخل الكبير ده هنرجعهم في الطبق تاني عشان نرجع نبرمهم تاني، نضيف لهم مية ونبرمهم تاني. ناخده بقى الخشن ده وهنعديه على مرحلة تانية. الناعم اللي نزل على الصينية ده نرجعه للطبق تاني عشان كمان نكمل على نفس الخطوات كده. نضيف مية بالتدريج كده لحد ما تتبلور كلها معانا وما عادش يبقى نحس باي ضيق خالص في الموضوع، ونخلص كل الكميه بدون اي تهدير خالص. نعرف ازاي ان هو ما عادش عايز معانا ميه؟ ان ما عادش يكون فيه دقيق على ايدينا، ما بيسيبش اي دقيق. يعني ما نمسك شويه كده في ايدينا ما يسيبش اي دقيق على ايدينا. هناخد بقى شويه الخشنين اللي كانوا اتبقوا معانا في المنخل الكبير من فوق، ونجيب المنخل بتاع المبروم او الخاص بالمبروم والمسروده وننخلهم تاني كده. اللي نزل بقى ده هو ده المبروم، هيروح بعد كده على التسويه. طبعا واحنا بننزل كده من المنخل اللي هو مثلا اتبقى معانا وما ننزلش، هنجنب شويه كده من المبروم ونحط المنخل على ارضيه الصينيه ونبرم بايدينا كده زي ما الفيديو موضح كده لحد ما ننزل كل الكميه اللي معانا، مش هيتبقى منها ولا اي حاجه. شايفين الحبه شكلها جميل ازاي؟ او ده اللي احنا هنسويه. شايفين الحبه قد ايه هتنفش وتبقى جميله بسبب البيكنج باودر. ما نكترش بيكنج باودر يا جماعه عن المعلقه الصغيره دي، معلقه مش مليانه، معلقه صغيره ممسوحه كده علشان ما تكونش معانا حبيبات بنيه. فايده البيكنج باودر ان هو بيخلي لي الحبه كده منفوشه وخفيفة، والسكر بيخليها كده طعمها مسكر وجميل، والملح عشان يظبط الطعم معانا. نرجع بقى للشوية الناعمين اللي كانوا معانا من الاول، اللي نزلوا من المنخل الكبير عشان ما نتوهش من بعض، ونضيف عليهم برضو ميه بالتدريج. ده دولت اللي احنا عملناهم بالمنخل الصغير. خلاص دول هيروحوا للتسويه. هنكمل بقى بنفس الطريقة بالمنخل الكبير والمنخل الصغير لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا. نبرم برضو، نضيف ميه على الشوية الناعمين بالتدريج ونبرم زي ما عملنا في بداية الفيديو. نرجع بقى نعيد الخطوة تاني، منخل الكبير وبعد كده المنخل الصغير. بعد كده معايا حلة البخار او البواخ زي ما بنقول عليه في الريف. بنضيف ربعه كده بس من المية عشان كتر المية بيرفع لفوق معانا، ولما يغلي يعجن مننا المخروطة او المبروم اللي احنا بنعمله او بنسويه فيه. ونضيف شريحة من الليمون عشان الألمونيا ما تسودش معانا. بعد كده نحط المصفى. دي كل كمية 2 كيلو، ما هدرناش ولا اي حاجة خالص. بعد ما اتبرمت كلها على الصينية بالشكل ده هناخدها وننزل بيها في المصفى. طبعا لو المصفى مش حابك معانا كويس او بيطلع بخار من الجناب عشان يسوي المبروم معانا كويس، نقفل الثقوب اللي هي بتطلع البخار دي بالعجين اللي بيطلع. مثلا خلاص هي مش راضية تنزل من المنخل
وبقت سميكة جامد بناخدها بقى نبلها مية كده بسيط ونسد بها الفتحات دي علشان خاطر البخار كله يفضل جوه الحلة ويطلع من الخرام بتاعة المصفى اللي فوق، عشان التسوية بتاعتنا تطلع متساوية، متبقاش حتة مستوية وحتة موصلهاش بخار ونية لسه، البخار كله يتوزع على كل الحلة يسوي معانا المبروم بشكل احسن. واللي ما عندوش الحلة البخار دي زي ما كانوا بيعملوا زمان قبل كده، كانوا بيجيبوا المصفى الفلاحي الألمونيا ده ويحطوه على حلة ألمونيا على قده، وبرضه يحطوا ربع الحلة مية ويجوا رايحين حاطين المصفى ده عليها ويلفوا حوالين من المصفى ده بالعجين، العجين الزائد اللي هو بيبقى كلاكيع كبيرة اللي مش هتعدي من المنخل خالص، ودي ما بتكونش كميات كبيرة طبعا، بتبقى حاجة بسيطة. بعد ما فضينا كل كمية المبروم اللي كانت على الصينية او الكسكسي اللي كانت على الصينية في المصفى، هنسويها بالشكل ده بدون ما نضغط علشان خاطر ما نقفلش الثقوب، ونغطيه بقى بقماشة قطن كده علشان خاطر تشرب البخار اللي طالع، ولو احنا حطينا غطا ما يعجلش معانا المية اللي تنزل منه، ما يعجلش معانا المبروم او المخروطة، دي فايدة القماشة اللي احنا حطينا دي. وفي ناس كمان بتحط المبروم او المخروطة في قماشة مخصصينها المبروم او المخروط تحطها في قلب المصفى، بس احنا مش بنعمل كده، بنحط في المصفى مباشر. هنسيبه حوالي ساعة ونرجع له كده بعد ساعة الا ربع كده نديله تقليب. وبعد ما بوخ معانا بالشكل ده واخد ساعة هناخده بقى ونرجع بيه على الطبق تاني، هنرده بقى. المرحلة دي ليكي حرية الاختيار، ممكن ترديه بمية او مية ولبن او لبن بس اللي هو اللبن الحليب. هترديه بلبن الحليب يبقى ده هتاكليه على طول، مش هتخزنيه في الفريزر. هتخزنيه في الفريزر يبقى ترديه بمية، يعني لو في حد ما عندوش لبن يقدر يرده بمية وده الافضل، سواء هتخزنيه او هتاكليه. لكن لو هيتاكل على طول وعايزه تديله نكهه جميله اكتر يبقى هنرده بالحليب او اللبن. هننزل بقى بكميه اللبن كلها على الكسكسي او المبروم اللي في الطبق ده ونفككه كده معانا. اللبن ده بخيره بالقشطه بتاعته، وانت بتضيفي حسب حاجه الكسكسي قدامك، لو حسيتيه ناشف بتكتري عن الكوبايه، لو حسيتيه ان هو كده مظبوط خلاص الكوبايه تكفي. بس الكميه دي اخدت معايا كوبايه من اللبن. لو هو ساخن على ايدينا جامد بمعلقه خشبيه نفضل نعمله كده او بطبق لحد ما يهدى ونرجع نعمله بايدينا تاني. بعد خطوة ان احنا رديناه باللبن ده هنرجع بقى ننخله في المنخل الصغير تاني علشان خاطر ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. خطوة ان احنا نرده ده بعد ما سويناه نص التسوية، اخد معايا ساعة على النار. ما نخليش المنخل ينزل على المبروم عشان ما يعجنوش، نفتح مساحة كده ونسند على الصينية ونعمل بكف ايدينا كده لحد ما ننزل كل الكمية اللي معانا. خلصنا كله كده على الصينية، خلصنا الكمية كلها على الصينية بعد ما رديناها وعملناها في المنخل كلها. بعد كده عايزين بقى نرجعها الحلة هتكون قلت المية بتاعتها، نرفع المصفى من على الحلة ونضيف لها مية لو هي بتنفصل عن بعضها مش معمولة بعجين. لكن لو المصفى المعمول بعجين يبقى هنزود من قلب المصفى من جوه، والبلورات المية دي نمسحها بالمنديل عشان ما تعجنش معانا المخروطة او المبروم اللي احنا بنسويه. تبدأ تبخر معانا، بخار طالع من المصفى. ناخد بقى كمية المبروم بعد ما رديناه ونخلناها في المنخل الصغير، نرجع ننزلها في المصفى تاني ونسويها بالشكل ده ونغطيها تاني بالقماش. تاخد كمان ساعة وتبقى استوت معانا وزي الفل. هنعرف ازاي ان هو استوى وبقى تمام معايا لما نخبط كده عليه كده او نقلب فيه كده ونحس ان هو عامل زي الاسفنجة تحت ايدينا كده. ناخد المبروم ده ونرجعه الطبق تاني ونحط له بقى السمنة او الزبدة. في ناس بتعمله بالزيت، يكون زيت نضيف يعني اللي هو ما عندوش لا زبدة ولا سمنة، ويفضل تكون الحاجة بلدي وفلاحي. ديت زبدة فلاحي، بتحطي حسب حاجتك وحسب قابليتك للدهون حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا حطيت حوالي كوباية الا ربع من الزبدة الجاموسي الفلاحي. هنفضل بقى نقلب وندلك كده معلقة خشبية ولا حاجة لحد ما تشرب كل كمية الزبدة اللي معانا. كل معانا مندي كده وجميل. الزبدة طبعا احلى من السمنة كمان عشان الزبدة فيها نسبة سوائل بتطريه معانا وهتديله لمعة جميلة خالص والطعم ونكهة فوق الروعة. طبعا هو لونه بيصفر كده معانا علشان خاطر هو معمول من العلامة الدرجة الأولى من الغلة. لكن لو معمول من الدقيق الفاخر اللي هو الجاهز اللي هو بتاع الشكاير اللي بتشتري من بره الشركات يعني، هيكون لونه أفتح عن كده. بس عشان هو من دقيق الغلة الحبة بتاعته مديه على صفار كده وطعمها في منتهى الجمال. كله كده بلدي في بلدي، وهو بينفع حلو وبينفع حادق. تقدموه بقى مع شوربة، حبة شوربة حمرا كده مسكرين ورايقين زي العسل، والفراخ البلدي المحمرة زي ما انا عملت كده، او تقدموه مع سكر بودر وزبيب وجوز الهند زي ما انتوا عايزين. والاكل اذواق. شايفين اللون واللمعة بتاعته؟ وبألف هنا مقدما، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.